لانه خايف من حاجه تحت، وبتشغل كشاف موبايلها علشان البدروم تحت ضلمه بسبب قطع الكهرباء عن المنطقه كلها، وبتحس ان في حاجه بتتحرك وراها لحد ما بتلاقي اثار دم على الماسوره، وبتفهم ان في حاجه حصلت لديف، وبتلاقيه واقع ومغمى عليه قدامها، وبتطمن انه لسه عايش، وبتشوف اثار عضه على كتفه، فبتفضل تسحب فيه لحد سلم البدروم علشان توديه المستشفى. وقبل ما توصل للسلم بتلاقي تمساح ضخم ظهر من ورا السلالم وبيدمرها وبيتحرك ناحيتها، فبتحاول باسرع ما يمكن انها ترجع تاني للمكان اللي كان والدها وهما عليه فيه، وبيقع منها موبايلها وبتعدي خلال مواسير وبتستخبى وراها، وما بيقدرش التمساح انه يوصل لها لا هي ولا ديف، وبيفضلوا متحاصرين من التمساح اللي بيكون بيراقبهم لحد ما ديف ما بيفوق من الاغماء، وبتطمن عليه هيلي وبتساله هو التمساح وصل للبدروم ازاي، وبيقول لها ان اكيد كان في البحيره اللي جنبهم ووصل لهم من خلال فتحه المجاري المهجوره، ولما نزل عشان يسلك المواسير هاجموا التمساح وشده من رجله وفضل ماسك في المواسير لحد ما رجله اتكسرت، وبعدها هرب ورا المواسير وما قدرش التمساح انه يدخل وراه بسبب كبره. وبتلاقي هيلي ان موبايلها بيرن لكنه وقع منها ساعه ما كانت بتشد باباها، وبتحاول انها توصله وبتخلي باباها يتكلم معاها في اي كلام علشان ما يهمش تاني عليه، وبتفضل تتنقل من عمود لتاني لحد ما بتوصل لموبايلها وبتتاكد ان التمساح بعيد عنها، وقبل ما بتتصل بتشوف ان في صوت وراها وبيبان ان في تمساح تاني جنبها لحد ما بتقدر تهرب منهم، وقبل ما توصل تاني للمواسير بيمسكها تمساح من رجليها وبيخبطها جامد في الحيطه، وبتفضل تقاوم لحد ما بتقدر انها تهرب منهم، وبتستخبى في مكان تاني ورا مواسير ضخمه، وبيطمن ديف انها كويسه لكنها اتصابت في رجليها، وبتنبهه ان في تمساحين في البدروم، وبيعدي الوقت وبتزيد كميه المطر وبيبدا البدروم ان يتملي بالميه اكتر، ولو فضلوا اكتر من كده يا اما هيتاكلوا من التماسيح يا اما هيموتوا غرقانين، وبتحاول هيلي انها تطلع من مكانها لاقرب شباك يمكن تلاقي حد انه يساعدهم بره، وبتشوف ان في ناس في المحل اللي قدامها ومعاهم مركب وبيكونوا بيسرقوا مكنه الاي تي ام بتاعه المحل، وانهم عصابه حراميه بيسرقوا المحلات وقت الاعصار، وواحد منهم بيشوف ضوء كشاف جاي من ناحيه بيت هيلي وبيحاول انه يركز علشان يتاكد، وفي نفس الوقت بيكون التمساح وصل لمركب العصابه وبيهجم على البنت اللي فيه لحد ما بيسحبها الميه قدام صديقها، وبيكون في اكتر من تمساح رايح ناحيه المحل وبيهجموا على كل الموجودين في المحل وبيقتلوهم.